النهارده معانا انا معاكم النهارده جنة. لسه مخلص ثانويه عامه. ايوه اهم حاجه ان انا لسه مخلصه ثانويه عامه، ده حدث مهم. ما فيش اي حد دلوقتي بيعرف يعمل. ايوه صح، مفيش اي حد يقف في درس ثانويه عامه. يا جماعه النهارده هنلعب لعبه اول مره هنعملها خالص، وهي لعبه اسمها لعبه ايه؟ احذر الكذاب. دلوقتي يا جماعه هعرفكم على اللعبه. هنجيب عمر وهنجيب جنة. عمر هيحكي لجنة 5 مواقف، وجنة عليها انها تخمن ال5 مواقف دول حقيقة ولا خيال. دلوقتي يا جماعه كل واحد هيقول 5 مواقف. نلعب ورا وقص ونشوف مين اللي هيكسب. ورا وقص من 3 ورا مصر. ايه دي شايفه؟ نور يا حاجه دي حاجه جديده. مسدس. خلاص بقى انت تمام. ورقه مقص، ورقه مقص، ورقه مقص. ده حلقتك كده 1-1. ورقه مقص 2-1. ماشي. ورقه مقص، ورقه مقص، ورقه مقص. لا 2 2-2. الفيصل خلاص. ورقه مقص. انا اللي هبدا 5 مواقف بتوعي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو الفيديو عجبكم، وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس، وتعملوا شير للفيديو لكل اصحابكم. يلا نبدا باول موقف. عندنا موقف انا كنت طالع في الاسانسير وقت البيت. البت كنزي. ايه البت كنزي دي؟ معلش كانت اعدادي شيبسي. يعني تافهه للدرجه دي؟ 10 جنيه نزلت اسانسير. المهم كان الساعه 6 7 كده، وكان الوقت اللي هو بيقطع فيه، عارفاه؟ تمام. ايوه تخفيف احمال. فالمهم اديتني الشيبسي تمام، ونزلت جبت الشيبسي ب 10 جنيه. وانا طالع لقيت مفيش حد تحت في عماره، حارس عماره كله مش موجود. فقلت يا ابني طالع مثلا يتغدى اي حاجه. فطالع طلبت اسانسير، بركب فيه، بدوس الرابع، دخل الرابع والتالت الاول والتاني، بعد كده واقف. تمام. فقعدت بقى اخبط. تمام اخبط محدش بيرد. لقيت كنز طالعه من الباب بتقول مين الاسانسير. تمام. فقلت لها ما ينفعش كده، خلي بالكم. ما ينفعش تقول الحقيقه ولا الخيال. فالمهم لقيت كنزي بتقول مين اسمها، قلت لها انا. قالت لي يا لهوي انت في اسانسير، طب استنى هتصل بالحارس العمري. اتصل بيا ونزلني يعني. انا شايفه ان هي تقط وقت تخفيف الاحمال. او من سنه مثلا. ايوه من سنه. أيوة. وده وقت تخفيف الاحمال. ايوه طبعا الجن بيقطع. فالنور بيقطع، فانت بس انت فاهم لدرجه انك نزلت التيم. ما انا اعمل ايه يا اختي؟ ما صدقت شخصيا. هو بصي كنزي على طول بتحتاج شيبسي، بتحتاج نسكافيه، بتحتاج اي حاجه. فانا نازل اجيبها. والمشكله ان انا رفضت، ماما اللي هتقول لي انزل لها. فلازم انزل. بس انت ما بصيتش في الساعه، انت اكيد كنت حافظ، مواعيد قطع النور عندكم. جدع. ما هقول لك حاجه، هو ايوه مش هتنزل. انا نسيت لك المعلومه دي. كان فاضل 10 دقايق. اكيد مش انا هموت على فكره. كان فاضل 10 دقايق والسوبر ماركت تحت كان زحمه. الموقف الثاني، اتطردت من السنتر علشان زعقت للمدرس. انا كنت قاعد في السنتر عادي، كان المستر لسه ما دخلش. فالمستر الاسيستنت بيقول لي ارجعوا ديسك ورا، عشان كان في بنات جايه البنات بيقعدوا قدام. فالمهم رجعت ديسك ورا، فلقيت حد قاعد ورايا، يعني حد مكاني. تمام. فقلت له قوم. قال لي قوم ليه؟ انا قاعد هنا. فقلت له قوم. قال لي لا مش هقوم. فالمهم انا عنيد، فرحت قال قلت له قاعد مكاني وكده. تمام. فاصحابي قال لي يا عم سيبه، يا عم سيبه، مش مشكله يعني. فقلت له لا انا قاعد هنا. تمام. وانا كمان لابس نضاره ومش شوف. تمام. فالمهم جه قال لي يا عم انت عيال، انت في كيجي. قلت له لا انا في كيجي. المهم قعد يزعق وانا زعق. ده الاسيستنت بس مش المدرس. تمام. فطلعني بره. فنزلني تحت بقى يصفي حسابي بس. فالمهم بعد كده قال لي ولي امرك بقى، ولي امري بقى. زعقت المدرس؟ الاسيستنت مش المدرس بس. اصل هو برد. انا قلت له قاعد مكاني. قال لي انت يا عم انت في كيجي يا عم. قلت له احنا في كيجي. قعدت بقى هو يتكلم وانا اتكلم، فطلعني بره. هو شخصيتك ان انت ممكن فعلا ان انت تتعصب بسرعه، لو حد ضايقك يعني ما قادر تتعصب عليه. قادر. بس ده عامه في الصبيان، لو حد تطول عليهم او ضايقهم ما هو بارد. ما همش بقى. ما هو الاسيستنت ده بارد. انا شايفه ان الموضوع ده على طول بيحصل في السناتر. الاسيستنت بيقعدوا بيضايقونا جدا بحوار المكان ده. في حاجه في دماغي. الموقف الثالث، انا كنت رايح لصاحبي، كان في حته اسمها 45. تمام. فانا كنت مسجل برنامج ان درايف باكونت، انا كنت مسجله بنيفين حاجه شبه كده، عشان ساعات كنت بروح من عنده بالليل، فمفيش حد بيجي ياخدني، يعني فاهمه انت؟ كان مفيش حد في نيفين، هي البنت هتيجي ياخدني، انت فاهمه؟ ايوه. فطلبت ان درايف، فحددت السكه حته صغيره عامله زي 15 جنيه 20 جنيه. تمام. فاللي هو لقيته راكن على الصف الثاني. تمام. فقلت هو، لان هو واقف قدامي بالظبط على الصف الثاني. فلقيته طلع التليفون، ما اعرفش اقرا الاسم، ضحك كده عمل كده،
راح نازل راح فاتح نور العربيه كلها راح حط الفامين وراح جايب المعطر يا جايب معطر ريحته واصله اخر الشارع قاعد يعمل كده في العربيه ويمسح العربيه وينظف فيه يشقلب العربيه وراح حاطط كل ازاز فامين حتى ورا قدام وقفل كل العربيات بقى كده ووقف كده فضل هو لقيته بالسلكة. اللي هو ماسك التليفون كده هيعمل فيه ايه ده فالمهم كلمته قلت له قال له انا قلت مش عارف اتكلم فقال لي حضرتك في انسه طالبه الاوردر رحت فاتح الباب ورحت راكب الراجل في المرايه طول اللي عامل كده اللي هو انا شلت فاميه وحطيت الفاميه ورشيت معطر وكده والاخر قصت طلع عربي يعني الساعه تقريبا 12:30 1:15 كده. هو الموقف ده بيحصل ياما ان هما بيبقوا عايزين ينقوا ويركبوا بنات. ايوه ركبت بس هما بيبقوا عايزين يركبوا بنات بس مش فاهمه يعني ايه المغزى من كده اصلا حتى ولو انت كمان ذكي عامل الاكونت. ايوه الموقف الرابع احنا كنا في 2018 تقريبا 2019 2018 تمام بس مش طاقه كبيره احنا كنا في مطروح وكنا مع ولاد خالتنا ومحدش عارف تقريبا منكم اصلا هو شارع اتلخبطت فيه بس خفت ساعتها رجعت تاني يعني رجعت. المهم انا كنت نازل اجيب لهم فول وفلافل كان في يعني احنا كنا صف تاني البحر تمام فنزلت عديت الشارع رحت المحل فرجعت فانا الشوارع هناك شبه بعض كلها فيلل ايوه فشبه بعضها فانا بدل ما ادخل شمال دخلت يمين لان انا جاي بقيت اخر يمين بحسب كله يمين لكن العكس يعني هو كده دخلت شمال. ماشي. المهم دخلت عكس الاتجاه لقيت حته تانية لقيت حته اصلا الفيلا لسه ما اتعملتش يعني لسه على الطوب الاحمر انا فين رحت خفت معيش تليفون ساعتها كان ما جبتش تليفون خالص ساعتها فاللي هو خفت انا بقى في محافظه غير محافظتي وخالص خفت جدا ساعتها بس في الاخر 2018 هي كان عندي من 7 سنين 8 سنين اصل هو كان شارع واحد تمام كنا كلهم نايمين منزلين لك تجيب لهم فول وفلافل والناس قادره. انا بقول لك شارع واحد بس عديه ايوه اللي هو مش حته بعيده والاخر رجعت تاني بس بعد مثلا ربع ساعه ولا حاجه رجعت تاني قعدت اسال على الشوارع هو كان برج معرفش اسمه الايمان او حاجه قلت له برج ايمان قال لي ده في الشارع خدت المهم روحت ما شاء الله سأل في حاجات غلط وفي حاجات صح مش لا، عارفه هو- ازاي سألت يعني انت عارف لا صغير. بصي هو انا سالت ليه انا سالت لان انا كنت ذكي ما شاء الله طيب كطفل انت عندك 7-8 سنين انت عارفين 7 8 سنين كنت عديت هنا كنت ده كان يعني مش 7 8 سنين خالص حاجه قله ادب خالص. بس الموقف الخامس انا وصاحبي كلمنا نفس البنت دي حاجه لازم تصدقيها طبعا انا كنت رايح سايبر تمام فالمهم هو صاحبي احنا كنا 3 فانا كان العب جيم انا ما بحبش الموتوشه فهو صحابي الاثنين هما كان تحت سايبر تحت ده كنزي هو وصاحبه قعدوا يلعبوا كوره انا ما بحبش الكوره مسكت التليفون لقيت بنت بعد لقيت فريند اسمها نعم انا بحكي لك سيس هو متعود ان هو يحكي لك انت. فالمهم لقيت بنت بعد لقيت فريند اسمها جايني حاجه مش عارف مش فاكر اسمها بصراحه مش عليكي ماشي جايني حاجه فيها حتى لو فاكر ممنوع ذكر اسماء طيب بدون ذكر اسم البنت بدون ذكر ما اسم طلعت ولد في الاخر بس ثواني بس القصه دي شفتها قبل كده على فيسبوك يعني بس كمل انا قفلت على فيسبوك بالظبط. تيك توك عامل كونفيرم طلعت قبل دخلت عليها لقيتها صفحتها ميح ولا عندها فريند واحد قلت ايه ده فيك. ده فيك من الاخر اه دخلت على صفحتها لقيتها ميح خالص قلت ده فيك راح بعت لي هاي دي نرمي من الاخر فاهمه اللي هو ايه واحد دخل يهزر هاي دي ايوه تمام فقالت لي هاي قلت لها هاي ما ردتش بعديها قالت لي ممكن نتعرف قلت لها مين معايا انا بعت لها فريند ليه قالت لي انا معاك في درس العربي قلت لها ايوه ليه برضه ده واحد يعرفك وعايز يشتغل. ايوه هو ليه بيعمل كده؟ مبدئيا ان عمر هيخلص هديله علقه. تمام فالمهم ايه قلت لها المهم خلصت الكلام انا اصلا 19 سنه انت جايبني تهزقني. خلصت الكلام ماشي كمل. خلصت الكلام وقالت لي طيب رايح اكل رايح اتقفل لقيت بعد كده صاحبي كان في الحمام جه من الحمام تمام انا تبقى تحت. لا ما لسه عارفش وانا كنت غبي برضه ماشي فده عادي كان يعني كان بيقضي حاجته يعني ماشي. جاي من الحمام عادي قاعد مكمل لعب عادي فالمهم بقول له بص في بنت اسمها كذا كذا وبعتها لي الفريند ولو كلمتها وكده قال لي ايه ده تتكلمني انا كمان قلت له ازاي ممكن تبقى اسماء قال لي لا راح طلع لي الشات قالت له هاي هاي قالت له رايح اكل في الاخر قال لي ايه ده حد بيضحك علينا فالمهم دخلنا على الترو كولر فانا طلع باسم السيد فرغلي ده ابو بن سيف بالي سعيد. دخلت ناس بيدي السيد فرغلي. هو انت لو احنا في نفس الوقت قلنا لها
انت اسمي عسل درشويلي الساب كذا. انتوا الاتنين بتكتبوا في نفس الوقت كل واحد في تليفون. ماشي. بس مبدئيا انت عندك بصراحه قصص مشوقه جدا، وانا قصصي يعني حلوه، بس انت كورا قصصك مش شربت الميه. طب يا جماعه كده خلصت ال5 مواقف بتوعي، هي تبدا بقى بال5 مواقف بتوعها. اول موقف هتبداوا مع جنة. الموقف الاول لازم على الاقل كل يوم اكلم صحابي 3 ساعات. خلصت امتحانات ف بقالي ما شفتش صحابي لان احنا ما بنمتحنش في نفس المدارس، ما بنمتحنش في نفس المدارس وكده. فما روحت بعد بقى اللي هو ما نزلنا كل المعلومات من دماغنا. خلاص نسرع على السلم. صاحبتي اتصلت بيا قالت لي بقالي ما كلمتكيش وكده، فقعدت اتكلمت معاها عادي زي اي بني ادم طبيعي بيكلم صحابه. امي تسكت تقول لي جنة انا هسحب منك الموبايل. قلت لها ليه؟ روح شوف نتيجه يلا. قالت لي لا عشان انت بتركي في التليفون كتير. فانا ما ركزتش كتير وبعدين يعني مش عارفه بتكلم مين. انت كده انا ما بحبش حد يتكلم كتير في التليفون، وهي ممكن تكلم خالته تاني يوم عادي. ممكن هي اتنشن في الحوار ده. ايوه ان احنا اصلا ما ينفعش حد يتكلم في التليفون. ابداي بقى الموقف يلا. ايوه كل الموقف مثلا بحكي الموقف. انت خلص طب ولا لسه؟ انت كده مش فاكره. هي حكت الموقف ولا ايوه ما حكيت اهي. هو انت عايز حاجه يعني شبهك كده؟ لا هي لازم ستة حاجة بتحصل في حياتي يعني. بتكلم خلينا نتكلم صحابها اكيد غير صحابها. لا اكيد في ناس بتتكلم صحابها. ايوه ثواني. ايوه تبدا بقى مرحله ايه ان انا طالما بتكلم في التليفون تبقى مرحله الشك. ايوه اللي هو لا انا ما بكلمش واحده صاحبتي. ليه طيب؟ هو كده. ايوه طب ليه؟ تقوم باعته مين؟ تقوم باعته السوسه دي. وانا ايه فكرتني عبيطه. انا بتكلم في التليفون. يلا انا بتكلم في التليفون عادي فلاقي يعني بتكلم ايوه فلاقي انا داخله ومصاحبه التليفون تقول لي لسه بكلمها انا. ايوه عامله ايه كنا بكلم مين مهالفه. لا ثواني هي فاهمه الموضوع غلط. لا ما تتدخليش لو سمحت. مكبره الموضوع وانت انا صاحبتي اصلا. الموقف الثاني قعدت في البلاعه ماشيه في الشارع ماشي، ففي واحد يسأل الله. نتكلم لغه ده عربيه. من امتى؟ ما انا بحاول احقق. السنه اللي فاتت ابدا كده ان شاء الله. ماشي. ففي واحد يسأل الله في الشارع مش يعني اسال الله على بابا الله يعني عايز حاجه لله. الله او ما اعرف. ماشي عايز- قافز يلا عايز حاجه لله. تمام. فانا كنت فين؟ ماشيه في الشارع مروحه البيت. ايوه كنت فين في الشارع؟ يعني شارع انت عارف في الشوارع اللي عندنا انا قصدي في عجمي ولا فين؟ في العجمي. عادي ماشي. مروحه البيت. اصل بص كانت في حاجه اتعلمتها من علم النفس، لو سالت سؤال وجاوبت بسرعه يبقى صدق، لو قعدت تفكر سرعة كده بديهة. ايوه سرعه بديهة. كنت فين؟ كنت مروحه البيت. كنت في الشارع خلاص احنا كنت في العجمي عادي مروحه البيت. انت البيت بره. يلا فالمهم الراجل جاي عايز حاجه لله تمام فطلعت له فلوس. تمام المفروض ياخدها هيعمل ايه؟ هو عايز حاجه لله تمام، فانت ماشي. طبيعي هتدي له ايه؟ فلوس. تمام. فانا طلعت له فلوس. مرضتش. كانت ايه هي الفلوس؟ استنى بقى كمل. هي خد الفلوس. تمام طبيعي بعد ما خد الفلوس هيعمل ايه؟ يمشي. هيدعي لي. ده عليك ده ربنا ياخدك. ده عليا بقى ماشي ده عليا وانا ماشيه عماله ابص له يعني ماشيه كده فاهم. انا ماشي اتجاهي كده وبص له كده وهو واقف ماشي في البلاعه عماله ادعي له. قامت رجلي واقفه في البلاعه. ربنا مفتوحه. ايوه رجلي مفتوحه. واقف في المويه في البلاعه. ايه واقف في البلاعه. لا رجلي قريب بس. رجلي غرست. ياه دعوته استجابت. لا ده عليا ليه؟ ده عليك. كنت يا بنت رجعت خدت مني فلوس تاني. ما ممكن تعبان ولا حاجه تعبان. ممكن تعبان. هو المهم بقى هو اللي هاني. هو كان شكله عامل ازاي؟ فجاء قال لي كان عادي شبه الناس العاديه اللي احنا بنشوفهم في الشوارع. ما اعرفش بقى ان هو هيبقى هوب وقعت في البلاعه بقى كده. الموقف التالت. الجهاز في الجيم وقع بيا. هو اول يوم ليا تمام. مبدئيا كده يعني الحمد لله خلاص ما رحتش تاني. فالكوتش قالت لي عارف الجهاز ما اعرفش اسامي ما بتكلمش عليا. ما اعرفش اسمها كمان. ايوه الجهاز اللي انت بتقرب اللي هو كده. ده. فقالت لي اقعدي على ده وانا هي تلعبه ليه اصلا الجهاز ده؟ ده بيكبر بتاع الشيست. بتاع الشيست ده بيكبر يعني بيخليه ضخم. المهم هي قالت لي عايزين مش هقدر كده. انا يعني لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم بقعد
من غير اوزان اكيد. لا ما كان تقريبا اكيد عندها- علاقه اولانيه كده ماشي. فجاي اقعد مش عارفه هل المكان اللي انا بقعد فيه مكسور او حاجه او مربوط غلط. وانا خدته وعملي غلط. ما هو بيتربط، ما انت طريقه قدام انا ما اعرفش بقى ده اول يوم. عارفه انا جايه اقعد هي مش معاكي؟ قالت لي ثواني وجايه لك. انت جربتي ليه؟ هي فضول بقى فضول. هي قالت لي ثواني وجايه لك، فانا هقعد بديهيا ايوه صح صح. فانا خلاص انا مش هعمل حاجه. ايوه رحت بقى بيكي. لورا لورا اللي هو طب لورا ده؟ اتفتح لورا. ده الجهاز يعني انت وقعتي على الجهاز ورا. اه الجيم كله اتفرج عليا وكان شكلي مسخره. كان ميكس ولا؟ لا بس كان شكلي مسخره. كان الكوتش محجبه؟ هو ايه الاسئله ما كانت حلوه؟ هو كانت حلوه ولا كان اي بابا حلوه بصراحه. موقف الرابع. اتخانقت مع البت ام مقشات مركبه رموش اوفر مش لاقيه على عينيها اصلا، فكانت عامله شبه المقشه، عارفه ايه هي بتغمض وتفتح كده مقشات. انت مميله قوي. اخاف اقعد معاها صح. مستر لسه ما بدأش، احنا قعدنا فانا قعدت انا واصحابي في مكان معين. فايه البنت دي كنت اصلا في تانية ثانوي هي بتشوف المقشات؟ معلمه عليها كده، عارفه علامه حمراء ان انا دي ما ينفعش اتكلم معاها اصلا. انت اللي معلمه؟ انا معلمه عليها معلمه فين؟ قبل ما المستر يخش قامت عملت صوت ماشي. لا مش كده. لا الصوت عيب. يا بيعملوا عندي عادي بنات كمان. فكانت جامده قوي اقسم بالله، والصبيان كلها بص يعني المجموعه كلها بتوصلها اكيد هي كانت صايعه جدا. شعرها من اللي هم بيعملوا الطرح مضاف اليه. مضاف اليه يعني بقيت تعالى نص شهر لابسه ومش لابسه. ايوه الفيديو باظ. قالت نص 3 حروف تمام ماشي. وكان المشكله بيقف معانا اسيستنت في السنتر عادي، اكيد سمح. فكان واقف جنبها اسيستنت جنب العمود بالظبط يعني. ده راجل لازم اسيستنت خاف ومشى، اقسم بالله سيب المكان كله مشى. محترم يعني. والله هم كده فهذه انا اكيد انت فعلا هي قاعده ورايا على طول. قلت خلاص ايه ده؟ ده لو سمحتي صوتك عشان احنا مش عارفين نركز منك. ايوه قالت لي اوائل الجمهوريه قلت كده بتبردها بتتريق. اسكت لا لفيت. المهم ايه دي عيله قالت الذوق ما ردش عليها. تمام. مش واحده محترمه هي قاعده وراكي؟ قاعده هي ورايا. كل سنه بتقعد وراكي؟ يا ابني ده انا بعد الموقف ده اقسم بالله رحت كذا درس لقيتها برضه بتقعد ورايا برضه كانها بتسمع صدى. هي مخلوقه عشان تقعد ورايا. ايه القرف ده يا جماعه؟ ما تفهمش احسن بصراحه. والله من قلبي هما بيريسوني صح؟ لو سمحت ده مشى المره اللي فاتت يعني خلاص مش هيعمل لها. لا في مدرس تاني. طيب كويس. قلت له لو سمحت البنت اللي ورايا دي ومشاور. ده بقى هيشكرها. ده طلعت له مخصوص، طلعت له من الديسك عامة مخصوص المستر شغال. طب كويس ماشي. قلت له عملت كذا 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 وانا مش عارفه اركز منها وشوف لي حل. في نص الحصه والمستر شغال طلعها. ايه يا استاذه في كذا حد اشتكى منك. هي تسكت واحنا طالعين وزعق لها. المهم ما طلعهاش. لا سكتت بعدها. طب كويس. واحنا طالعين صادق دي استقصاد. واحنا طالعين انا واصحابي فلقيتها بتقول ايه هستناكوا بره. استنيه بره تعملي ايه يا ماما؟ بحر خطر لك. انا كنت لابسه كروكس. قلت لهم هتتكلم بس يا جماعه ده الكروكس اللي في رجلي قدامي. واقسم بالله بدانا نجهز الادوات اللي احنا بنضربها بيها لان دي طب كويس تبقى عارف الدفاع كله. دي ما ينفعش معاها نتكلم. وواحد عارف الزمزميه الحديد الجامده دي قال لنا دي نديها بيها على دماغها. وفي الاخر البنت طلعت منها ملايين. هربت منكم. خافت. ايوه كنا بتكس عمالة. كروكس كان عليه دباديب. اللي هو ده في ليه؟ طيب مفيش حاجة فاعل؟ انا مسميهم كده، انا مسميهم اللي هم بيعملوا فهمت يا بيه. الموقف الخامس. تثبيت الشارع. عايز اشتري حاجات بعد ما اشتريت الحاجات المفروض واقفه عند الكاشير هحاسب بقى خلاص. ففي واحد محترم كده يعني مش اللي هو خلوق. واحد خلوق مش اللي هو بيجاريكي في الكلام والكلام ده. واقف عمال يتكلم وشايفه الزحمه اللي احنا فيها، الاسعار غليت. وهو انا عمال اقول له والله الاسعار غليت. هات كرسي ترابيزه بقى يلا نتكلم. والله ما اصل الطابور احنا واقفين في طابور بقى. طابور ايه ده؟ الهايبر ماركت يعني. الاسعار غليت والله. قلت له هو باصص لك؟ ايوه مش كان هو باصص لي فعلا.
ده بيضحك عليك. ده في مقلب اصلا بتعمل كده على النت اقسم بالله. بجد والله اسمه صانع السعاده. حسبي الله ونعم الوكيل، بلد وقعد يشتم بقى في البلد وبتاع، خلاص عشان اليوتيوب هيتقفل كده. تلاقيه بيلف وحاطط ايربودز في ودنه. البودز كنت واخد انا كل ده ما كنتش شايفاها، انا كل ده عارفين، انا مش عارفه دي، عارف اللي هي من اللي هي النوع الاسود اللي هي بتخش جوه الناس الصغنطوطه دي اللي هي جوه الودن قوي فانت مش شايفها، فانا بقى اللي هو انت لافه كده يا لهوي. انا اتمنيت في الموقف ده ان الارض تتشق وتبلعني. وقت يا جماعه التخمين ونحذر الكذاب، وهنقول الخمس مواقف بتوعي، هقول اساميهم واقول الموقف يعني العنوان بتاعهم، وهي انا تحسب ما بقى عرفتش اللي هيكسب الكذاب. هياخد ايه. يجي نكسب ياخد ايه؟ انا متضايقه. هاخد كل خير. قول كنت عاوز دلوقتي ليا كده كده جنة خدت نو انتاج غير انتاج انتاج. مع انك المفروض ما تاخدش ويلا بنت يلا بنت. انت المنتج ما تدوش هنا. طردت من السنتر عشان زعقت المدرس. حقيقه حقيقة صح. كنت رايح لصاحبي وبأوبر اتخطفت. كده كدب صح. رحت في مطروح. حقيقه. ايه ده؟ اقسم بالله امتى تهت في والمصحف اقسم بالله. ده. انا وصاحبي كلمنا نفس البنت. بس حصل. لا كان ينفعش على فكرة. ايه؟ نروح بقى عندها هي الخمسة مواقف بتوعها وانا اخمن بقى كدبة ولا حقيقة. يلا بينا. لازم على الاقل اكلم صحابي كل يوم 3 ساعات. حقيقة عادي. ماشي صح. دي يعمل دي صوت. سكور. قاعد في البلاعه. حقيقة. كده. بجد والله. بس قلبيته حلوة والله. مش انت لو قعدت ماشي عاملة كده انا احنا ما الفناهوش. ايه تدولها يعني؟ عشان تقول كان كده ما حصلوش بس حصل لي. جهاز في الجيم وقع بيا. حقيقة. اتخانقت مع البت ام 20. لا ده حقيقة. ماشي صح. حركت في الشارع. حقيقة. دلوقتي